السلام عليكم ورحمة الله. حبينا نعرض لكم مشكلة من تاني بيتعرض لها أولادنا في المدارس، وفي بعض الأحيان ما بيعرفوش يحلوها لوحدهم أو يشاركوا آبائهم فيها، وفي بعض الأحيان حتى أولياء الأمور ما بيعرفوش يحلوها. معانا جودي حبيبتي. ازيك يا جودي؟ الحمد لله يا خالته اسمولي. ايه يا حبيبتي، هنتكلم النهارده عن ايه المشكله اللي شفتيها قدامك سلبيه في المدرسه وحبيتي تعرضيها في خالته سيمولي؟ ان المدرس بيضغط على الطالب، يعني لا خد معاه درس وكده. عشان ياخد معاه يعني درس خصوصي، دروس خصوصيه. اه. اه. طب يا جودي اتفضلي، ممكن تقولي لنا زي مثلا ايه اللي حصل عندكم؟ كان في مثلا بنت عندي كويسة واختها ممتازة، دلوقتي معاها دكتوراه. ما شاء الله ما شاء الله. فكانت بتركز لها على بتذاكر لها بتذاكر وتركز لها معاها يعني على مواد على معينه. العلوم اه. المختلفة والرياضيات، الا إلا الرياضه. الرياضة، امم. لأنها كانت علمي علوم، مش علمي رياضة. اختها كانت بتدعمها يعني. بتدعمها، بتدرس لها. دول الاخوات الرائعين اللي بيساعدوا اخواتهم ويشيلوا حمل عن الاب والام. كمان عندها أخ في ثانوية عامة، فالثانوية عامة محتاجة مصاريف زيادة، تمام. فهي قالت أنا لسه مش شهادة يعني. فالاهل طبعا بدوا اللي في ثانويه عامه في اه الدروس عنها. فده المدرس يضايقها، لا لا لازم تاخدي درس وكده. لازم. طب انتي بتقولي انها كانت شاطره برايك ولا براي ناس تانيين؟ لا شاطرة هي يعني بجد. مدرسين تاني قالوا ولا انتي بس؟ لا مدرسين، اللي طلعنا معاهم من الابتدائي. في اه. مدرس عندي متأسسة معاه من أولى ابتدائي. ما شاء الله. المدرس ده بصراحة يعني ايه يعني بيدينا الأسئلة، بيدربنا عليها. بيتوقع الامتحان. بيتوقع الامتحان، فبيبقى فعلا ده الامتحان اللي بيجي. بيبقى خبره وبيتوقع صح. الأسئلة هي أساسا يعني. في ضمير، فبيقول ما بيقولكيش تعالي خدي درس. اه اه. حتى في المدرسة بيعمل كده، في ضمير، وبيقول ايه أنا بعمل كده لوجه الله مش ليه. المستر ده. المستر ده أنا طلعت معاه أنا وأخويا ومع كل صحابي، كان بيقدر الظروف يعني. بيقدر الظروف المعيشية وبيحاول يخلوكوا ما تحتاجوش للدرس. وبيقدر الظروف اللي كل مع بنت دي، بس في المادة، في مادة تانية مدرس الفصل بتاعها كان بيضغط عليها بطريقة اه. وحشة، وبيزعلها انت هتجيبي درجة وحشة، مش عارف ايه مش عارف ايه كده. تمام، يعني كان في مدرس تاني غير اللي انت بتحكي عليه. كان اه بيضغط على البنت دي بطريقة وحشة وبيزعق لها. قعد يخوفها، والبنت اصلا كانت عايزه تطلع الاولى، فكانت محتاجه بس للمراجعه. اه. اختها كانت بتقول لها ملكيش دعوه بالانتقادات دي، ركزي بس على الشرح وافهميه. بس برغم من ان في دعم من البيت الا برضه حصل معاها ضغط نفسي من كتر تسلط المدرس عليها اه والكلام السلبي اللي بيقولوها لها واصراره على الدروس. ايوه فعلا، كان بيحصل حاجه زي كده. حتى هو وقعها في الماده جامد. انا اه. كمان لما ما حبيتش اخد معاه، نزلني في الدرجات، اني امم. كنت مع اني كنت كويسه جدا في الماده دي، لكن هو قال هعمل كده بقى مع لازم كل دروس المشاكل خصوصية. عندي. لازم انه الكل يدخل درس يعني بالنسبة له. اه طيب يا جودي، يعني ده نموذج من المدرسين لازم نحاربه كلنا، اه لان مش كل البيوت عندها القدرة الاقتصادية انها تدي دروس. اه ولو حتى الطالب كان ضعيف كان يقدر ياخد المجموعة المدرسية، اه مش هيقدر على الدروس، لكن هو كان بيجبره ياخد درس معاه. اه المدرس اللي زي ده من ضمن الاسباب فعلا تعرض الطالب للضغط النفسي، وهو ما بيقدرش يروح يقول لاهله، لا يقولوا له لا انت مش بتذاكر كويس، انت بليد، انت صح. مم. لكن الوضع زي الحاله دي اللي انت كلمتيني عليها النهارده دي، انه عنده اه بنت اخت في الثانويه وبنت واخ، اه اخواتي يعني في الثانويه العامه وبنت في جامعه، فمحتاجين مصاريف اه اكتر منه. اه وهي شايفه انها قادره انها تساعد مثلا اخوها، اه وهي بنت متفوقه. ايوه، وهو كمان في اخ تاني مح... متجوز اه ومحتاج مصاريف. يعني بيتهم متعرض دلوقتي لمصاريف متعددة، اه وبما ان البنت كانت قادرة على التحصيل ومتفوقة في كل المواد، فمش اه معقولة يعني المادة دي ولو حتى محتاجة فيها دعم ممكن تاخد المجموعة المدرسية. اه وبرغم المساعدة من البيت اه برضو فضل المدرس على إصراره على الدروس. على الاصرار. بس انا بقى بقول ايه، البنت دي فعلا اتحملت، في بنت تانية مش هتتحمل. فعلا يا حبيبتي.
وممكن تقع في المادة دي، وممكن تقول لا انا مش هذاكر المادة دي، انا كرهتها. طبعا، فهي مهما ذاكرت هو هينزلها في درجاتها. ده ضغط نفسي اساسا. فعلا، تحليل رائع يا جودي. ايوه، فبلاش الضغط اه ده. هو واحد مش عاوز ياخد مش عاوز ياخد، سيبه. لو هو فعلا ضعيف، بلغ اهله وشيل المسؤولية عنك يعني. صح. قول لهم لو الحالة ما تسمحش معاكم في مجموعة تانية، في مجموعة مدرسية. ايوه وعلى صح. فكرة أساسا الوزارة أساسا منزلين مجموعات ايوه بحاجة يعني بفلوس صغيرة. لو واحد مش عايز ياخد درس، ياخد مجموعة. برافو عليك يا جودي. انت عرضت لنا المشكله، ودي مشكله رهيبه جدا في كل البيوت بتتعرض لها، ان في طلاب بيحاولوا ما يصدروش المشكله للاهل، فيفضلوا يا حبايبي عندهم المشكله كارهين يروحوا المدرسه عشان المدرس اللي بيضايقهم وبيضغط عليهم نفسيا. انا فخوره بيكي جدا يا جودي، ومبسوطه جدا انك عرضت لنا مشكله ممكن يعني نساهم في حلها. بان احنا نوجه رساله للمدرس، يعني بلاش جشع. في بيوت كتير مش قادره اقتصاديا انها تصرف على الولاد، فما تخلوهمش يتهربوا من الدراسه ولا ان هم يكرهوا الدراسه. شكرا ليكي يا جودي. واحنا برضو يعني بنقول للمدرس اللي زي ده اتقوا ربنا في اولادنا. شكرا ليكي حبيبتي. شكرا يا خالتي سمولي. شكرا يا حبيبتي، مع السلامه. خالتي سمولي. مع السلامه.